السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده، صحة وسعادة وستر وراحة بال، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا جدا. كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله النهاردة فيديو حلو جدا ومميز وموفر في نفس الوقت، حاجة اقتصادية. هنعمل مع بعض مركز العصير بتاع البرتقال بالجزر، هنعمل كمان مربى العصير البرتقال بالجزر. ما شاء الله مربى طعمها حلو جدا، وهترمي معاكي كمية كبيرة بطريقة ما شاء الله اللهم بارك. معايا كمية هنا من البرتقال وكمية من الجزر، 4 كيلو من البرتقال. كيلو البرتقال بقى العربيات اليومين دول اللهم بارك، ربنا يا رب يملى كده بلدنا خير وبركة اللهم امين. ب5 جنيه، وساعات بيعدوا ال5 كيلو ب20 جنيه. جبت ب20 جنيه. وعندي بقى شوية جزر كده اللهم بارك حلوين برضو، قشرناهم كويس جدًا وغسلناهم، وابتدي إن أنا جبت حلة كده وقطّعت الجزر حلقات صغيّرة. تقدري تعمليها حلقات، تقدري تبشريها، المهم إن أنتِ رقّقيها، خلّيها رقيّقة كده ورفيّعة عشان ما تاخدش معاكِ وقت. البرتقان طبعًا مغسول زي ما حضراتكم شايفين كده. هابتدي بقى أجيب قد بتاع برتقانتين 3 كده، وهاخد البشر بتاعهم. هاخد بشر برتقانتين 3 على دي مش المربى يا جماعة، ده اللي هو المركّز بتاع البرتقان، مركّز البرتقان. بشر برتقان على بتاع كده 2 كيلو من الجزر، وهاحط عليهم قد كوبايتين من المَيّة. كمان هاحط بتاع نُص كيلو من السكر كده، وأروح بقى أحطهم كده على البوتاجاز عندي، وأهدّي عليهم النار وأسيبهم لمّا يستووا خالص معايا. عايزة الجزراية دي مهرية، شوفي بقى مهرية، عايزاها مهرية خالص معايا. يبقى خلّي بالِك بقى وأنتِ بتقشري كده بتاخدي البشر عشان إيديكِ ما تنجرحش. شوية بشر من بشر البرتقان أهو، وخدت بقى كمان نُص كيس من السكر، وهاخد شوية مَيّة، وناخدهم بقى كده على البوتاجاز ياخدوا ويدّوا مع مع بعض كده. أهو، المَيّة طبعًا مش مغطياها أوي، وهاسيبها بقى تاخد وقت. بتاخد قد إيه نجلاء؟ هتاخد لها بتاع نُص ساعة، تِلت ساعة، على حسب الجزر بتاعِك ما أنتِ مقطعاه رقيق أو مش رقيق. رُحت حطيته على النار، وجبت بقى بولة تانية أو حلة تانية كده، وابتدي إن أنا أبشر الجزر. أبشر كمية الجزر كلها، تبشريه اللي هو الرقيق، أو تبشريه اللي هو الخشن شوية، أو تقطعيه صغير. ممكن تقطعيه صغير زي السلطة كده بالسكينة، لو مثلًا ما فيش مبشرة أو كَبّة تقدري تقطعيه صغير. هاخلّص بقى الكمية كلّها بتاعة الجزر اللي أنا أبشره ده كلّه. هنعمل النهارده مربى الجزر بالبرتقال بطريقة حلوة، أنا كنت عاملاها لكم السنة اللي فاتت، بس دي طريقة مختلفة. بس بُصّي بقى ما شاء الله حلوة جدًا، اللهم بارك، هتعجبِك وجميلة. رُحت بقى جبت كده العصارة بتاعتي، طبعًا العصارة يدوي، أنا ما عنديش اللي هي الكهربا. تقدري أنتِ لو عندِك الكهربا اشتغلي بيها. هاقطّع بقى البرتقان طبعًا مغسول، أجيب بقى العصارة، شايفة؟ سهلة جدًا وبسيطة. باعصر بقى كده في نفس الوقت، بينزل التفل، بينزل البذر في قلب العصارة من فوق، وبيبقى معايا بس العصير، المَيّة بتاعة البرتقان. عصير رخيص، اقتصادي، مغذي في نفس الوقت، من يعني 20 جنيه. عملنا كمية كبيرة، قولي جبنا كمان ب20 جنيه جزر، قولي حطينا شوية سكر، قولي 50 جنيه. عملنا ما شاء الله ييجي 15 رِتل وزيادة والله من العصير بتاع البرتقان بالجزر، وطعم وريحة بقى ولون. شايفة بقى كده، ده المَيّة اللي هي بتنزل أهي، مَيّة العصير اللي هو البرتقان البلدي. أنزّل بقى كده، طبعًا البرتقان البلدي كتير اليومين دول وطري، فيه كمية مَيّة كبيرة. تقدري تجيبيه بقى وتخزّنيه، طبعًا الطريقة دي ما بتاخدش مكان معاكِ. شايفة بقى دول اللي خدتهم دول شوية العصير اللي في الشفشق دول، هم دول بقى ال4 كيلو من البرتقان. أدا بقى المبشور بتاع الجزر، البشر أهو، وأدا البرتقان بقى هاخد معايا بشر 3 برتقانات كمان. إيه يا نجلاء، هو أنتِ هتعملي مربى بشر برتقان؟ بس ركّزي بس كده معايا. أول حاجة عملنا المركّز بتاع البرتقان، حطينا معاه شوية بشر. تاني حاجة دي المربى، ده الجزر المبشور، وهنحط عليه بشر 3 برتقانات. لو أنتِ ما بتحبيش نكهة البرتقان أوي، تقدري تحطي بشر برتقانة واحدة. ركّزي معايا كده طول ما إحنا شغالين نعمل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بُصّي بقى البرتقان اللي أنا خدت البشر بتاعه، شِلت بقى الجلد الأبيض اللي عليه ده كلّه، خلّيت بقى اللحم بتاع البرتقان بس، لإن الجلد الأبيض اللي عليه برّه ده بيبقى ممرّر، بيبقى فيه مرارة. شِلت الجلد وشِلت البذر، وهاخد 3 برتقانات على الجزر.
الجزر أهو، خدي 3 برتقانات، هيبقى مُر يا نجلاء؟ مش هيبقى مُر، بس جرّبي، أنا ما نزّلتلكمش الفيديو إلّا لمّا كلنا من المربى وكلنا علبة و2 ما شاء الله وقرّبت تخلص يعني، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. بُصّي بقى، أحلى مربى برتقان هتاكليها، أحلى مربى جزر، الحلة لقيتها كبيرة، قُلت أفضّيهم في حلة تانية، طلعت نفس الحلة، يعني الحلة المدوّرة هي نفس العلبة. هاخد بقى كده وأروح أجيب بقى السكر بتاعي، طبعًا المربى بتاعة الجزر بالبرتقان دي بتاخد إيه، سكر زيادة شوية، يعني أنتِ لو بتحطي لل للكيلو نُص كيلو من السكر هتزوّدي كوباية كمان، تمام كده؟ تمام، هتزوّدي كوباية كمان إيه، للنُص كيلو. حطيت بقى السكر وهاغطّيه بقى كده معايا وهاروح بقى أسيبه إيه، إن إحنا ينزّل المَيّة بتاعته. معايا بشر ليمونة أهو، بشر ليمونة وعصرة ليمونة الاتنين، يعني خدت البشر وخدت العصير، يبقى عصرة ليمونة وبشر ليمونة مع السكر بتاع 2 كيلو من الجزر على 3 برتقانات، يعني نُص كيلو من البرتقان يبقى 2 كيلو ونُص، حطيت عليهم كوباية، حطيت عليهم كيلو وربع من السكر. الخطوة دي بقى إيه اختياري، باكل من الفروتي بتاع البرتقان ده، هيعزّز لِك الطعم بتاع المربى بتاعِك وما شاء الله هيخلّيها طعمها حلو أوي وريحتها جميلة وفي نفس الوقت مادة حافظة، بس اختياري لو مش حابة تحطيه خلاص. هاقلّب بقى كده أدخّل السكر في بعضه علشان الجزر بتاعي والبرتقان ينزّل مَيّة، عايزينها مَيّة كتير علشان نسوّي فيها المربى. رُحت حطيتها على النار المربى بتاعتي وهدّيت عليها النار، كان الجزر بقى بتاعي اتسلق وبقى إيه معجون. يعني حلو كده، شِلت بقى اللي هي القشرة بتاعة البرتقان، كنت أنا حاطة عليه عصرة برتقانة، وهاخده معايا في الخلاط على مرتين كده إن أنا إيه، أنعّمه، عايزاه معجون زي ما نكون بنعمل عدس كده، مش عايزة أقول لِك بقى طعم وريحة حلوين أوي. طبعًا أنا نزّلت لكم من أسبوع كده البرتقان بالجزر من غير ما تسلقيه، مبشور. كان طعمه حلو أوي برضه، بس بصراحة اللي مسلوق أحلى وأحلى، بس تسلقيه في السكر بتاعه، يعني تحطي معاه قد كوبايتين كده من السكر، وتحطي معاه عصرة ليمونة كده وبشر برتقانة، وتدّي له غلوتين على النار لمّا ينهرى، حلو جدًا. باضربه بقى كده في الخلاط، وتشغّلي الخلاط تمشّيه بقى إن هو إيه، الخلاط يمشي عشان ما يبوظش منِّك، بتحطي له شوية من العصير أو شوية من المَيّة، شوية بشوية كده علشان الخلاط إيه، يمشي معاكِ. طبعًا عايزينه ناعم أوي ولا هتحتاجي إن أنتِ تصفّيه ولا أي حاجة، لإن هو مستوي. ما شاء الله حلو جدًا، هنعمل منه كمية كبيرة، هاقدر آخد بقى شوية من التركيز ده أحطه في شفشق الخلاط وأزوّده بقى شوية مَيّة كده، شايفة التُقل؟ تقيل جدًا. أنتِ بقى تاخدي منه بقى كده كيسة صغيرة، هنعمل أكياس منه صغيرين، تاخدي منه كيسة صغيرة وتبتدي تزوّديها مَيّة بقى كده في الشفشق بتاع الخلاط، وتعملي بقى وتعبّي الأزايز وتعبّي البرطمانات بتاعتِك والشفاشق، وتعملي أحلى عصير بقى لسُفرة رمضان. اللهم بلّغنا رمضان، كل سنة وأنتم طيبين يا رب. عصير اللي قال لِك بقى إحنا ما عندناش مانجا، ده أحلى من المانجا، أحلى من قمر الدين، حلو جدًا، طعمه جميل وموفّر واقتصادي، وبرضه يفرّح ولادِك ويشرّف سفرتِك، وربنا يا رب يوسّع علينا وعليكم ويوسّع على الجميع. شايفة بقى بسم الله ما شاء الله التُقل بتاعه، حطيت بقى إيه، البرتقان بقى في نفس الشفشق اللي كان فيه الجزر، واضربه ضربة بحيث إن أي برتقان ينزل معاه، حطيت معاه كمان نُص كوباية من السكر، واضرب بقى كلّه مع بعض. ده بقى التركيز بتاعِك، ده المركّز بتاعي بتاع البرتقان، هتعملي أحلى عصاير. طب نقدر نعمل منه مهلبية، تقدري تاخدي كيس من الأكياس اللي إحنا هنعبيها، وتحطي عليها شوية مَيّة ومعلقتين 2 من النشا أو 3 معالق وشوية سكر على البارد كده وتعملي أحلى مهلبية، ما شاء الله حلوة جدًا. خلاص بقى ألِم بقى الخلاط وألِم الحاجة كلّها معايا، وأنزّل بقى العصير بسم الله ما شاء الله حاجة كده إيه حلوة جدًا. وعندي بقى أكياس كده من أكياس التلاجة، أكياس صغيرة مش كبيرة، بنقلِّب بقى شايفة، مركّز، يعني أنتِ مش هتعرفي تشربيه كده، تقيل جدًا، والنكهة بتاعته مركّزة جدًا. تمام، تمام. هانزّل بقى كل اللي في قلب الشفشق بقى كده شايفة، حلو خالص. تجيبي بقى أكياس أو تجيبي علب أو أزايز صغيرة، وتبتدي إن أنتِ تعبّي المركّز بتاعِك بتاع البرتقان زي ما حضرتِك إيه، شايفة كده. عندي دي أكياس من بتاعة التلاجة، أكياس فريزر أو أكياس تلاجة زي ما بيقولوا، بس دي المقاس الصغير. هاخد بقى أجيب بقى كوباية كده، الكوباية دي بتاخد كوبايتين 2 من المجات العادية بتاعة الشاي، الكوباية بتاعة رمضان بتاعتنا دي، أنا جايباهم ال3 كوبايات ب15 جنيه، بس أشكالها جميلة أوي.
هتفضّي بقى كده تملي الكوباية، ودي تستكفي أوي، حلوة أوي، دي حلوة على قد الشفشق يا نجلاء، دي حلوة على قد شفشق الخلاط، يعني دول يعملوا لِك ما شاء الله 5 كوبايات، على مثلًا 3 معالق كمان من السكر كده والّا حاجة، وتعملي منه. وأنا باعبّي بقى كده طبعًا المربى بتاعتي شغالة على النار، هنروح نشوفها مع بعض دلوقتي ونشوف، يعني أنا كنت باعمل وصفتين 2 في وقت واحد. الكمية دي بقى اللي هُم ال20 جنيه برتقان وال2 كيلو من الجزر دول، هيعملوا لِك ما شاء الله كمية حلوة أوي. قلّبناهم على بعض، زي ما قُلت لحضرتك كده هتاخدي شوية يعني كيسة من دول، هتحطّها في شفشق الخلاط وتزوّديها مَيّة بتلج كده متلجة وشوية من السكر أو عسل على حسب ما أنتِ عايزة تحلّي العصير بتاعِك، ما شاء الله شايفة كمية قد إيه من حاجة قليلة وحاجة بسيطة، أنا باقول لِك إن الكوباية دي بتاخد قد كوبايتين 2. عينته بقى كده معايا في الفريزر وهاروح أشوف المربى، ما شاء الله خلاص صرفت مَيّة، طبعًا ده مش تاني يوم ولا حاجة، أنا سِبتها بتاع 3 ساعات كده. هاروح بقى أحطها عندي هنا على البوتاجاز واسيبها تاخد وتدّي مع بعضها، طبعًا تاخد معاكِ أول غلوة بتبقى النار بتاعتي متوسطة واقلّبها كويس جدًا، باجيب بقى كوباية من المَيّة أو بولة فيها شوية مَيّة وفرشة، عارفين الفرشة اللي إحنا بندهن بيها المعجنات دي، أي فرشة سيليكون عندِك بتبتدي تجيبيها وتمسحي الحروف بتاعتِك عشان لو فيها أي سُكّر ما يكرملش معاكِ ويبوّظ معاكِ المربى، الخطوة دي مهمة جدًا، أنا باعملها سواء لمّا باجي أعمل الشربات أو السيرب اللي بنعمل بيه الحلويات أو باعمل بيه المربى. ابتدت بقى تغلي من الحروف أهي زي ما حضرتك شايفة، ونبتدي إن إحنا إيه نقلّبها، قلّبيها بقى كويس كده هتدّيكِ كمية حلوة ومش هتصفى كتير ولا حاجة، بس طبعًا زي ما أنا قُلت لِك هو بياخد شوية سُكّر زيادة شوية عن بقية المربّات، كمان هتحتاج منّي مَيّة، يعني هي مثلًا لو لقيتها نشفت خالص وابتدت تكرمل وحسيت إن هي ما استوتش وخلاص بدأت في الكرملة، هازوّد لها نُص كوباية مَيّة سخنة شوية بشوية كده، لغاية ما أخلّي الخليط بتاعي كلّه يستوي مع بعض. بالفرشة بقى بشوية مَيّة كده بمساعدة المَيّة باقوم جاية دهنة الحروف بتاعتي بتاعة الحلة، علشان السكر ما يكرملش معايا وتسكر معايا. المربى بيقولوا ما تتغطاش، ما فعلًا مش بتتغطى، لو بتفور وأنتِ مش مهدية عليها النار هتفور وبهدل لِك الدنيا. غطيتها بكيس كده ورقة فويل علشان تكتم النار، بس النار بتاعتي هادية أوي عشان تكتم البخار. بابُص بقى كده لقيت خلاص هتعقد معايا وطبعًا لسه ما استوتش، فهاجيب نُص كوباية من المَيّة وازوّدها. لغاية ما المربى بتاعي الجزر والبرتقان يستووا خالص، بعد ما يبتدوا بقى خلاص دخلوا في التسوية واستووا خالص، جبت الهاند بلندر بتاعي أو في شفشق الخلاط وتبتدي تضربي المربى بتاعتِك، والخطوة دي اختياري، يعني أنا مثلًا لو مش حابة المربى خشنة تسيبيها زي ما هي، حابة المربى بقى ناعمة وjuicy كده باضربها بقى، أنا ضربتها نُص ضربة، ولا هي ناعمة أوي ولا هي خشنة أوي، علشان كمان كان فيها برتقان، قطّعت بقى البرتقان جامد خلّيته كلّه يتفرم في بعضه. طب حطيتِ إيه كمان يا نجلاء؟ هتحطي بقى حابة تحطي عودين من القرنفل، حابة تحطي ظرف من الفانيليا، أي ريحة بقى أنتِ حاباها في المربى تبتدي تعمليه. أنا دلوقتي باضرب كويس جدًا بانعّمها هترجعي تحطيها تاني على النار، أيوه، هارجع أحطها تاني على النار، وممكن أحط لها كمان معلقتين 3 من المَيّة، طبعًا بهدلت بقى الدنيا كده وأنا باضرب بالمضرب. بُصّي بقى حطيت ظرف من الفانيليا أهو، حطيتها على النار وحسيت إن هي إيه، ناشفة، مش ما فيهاش صوص كده وjuicy كده، تحسي إن هي تخينة وتقيلة شوية كده، فحطيت لها بقى إيه، ربع كوباية من المَيّة السخنة، مَيّة سخنة تانية يا نجلاء، أيوه، ربع كوباية من المَيّة السخنة وسيبيها بقى إيه، تتسبك كمان 10 دقايق، ما خدتش إلا 10 دقايق والله. قلّبت بقى كويس جدًا، طبعًا ادّتني الخليط بتاعي أحس إن هو تقيل كده وتخين شوية، وأنا حاباه يبقى خفيف حبّة، يبقى فيه صوص كده وتحسّوا إن الشربات بتاعها باين شوية. حطيت أهو ربع كوباية من المَيّة أهو وأقلّب بقى، هاسيبها بقى تاخد وتدّي مع بعضها، اتكرملت في ثانية، شربت المَيّة واتكرملت معايا في ثواني. بعد ما تتكرمل معاكِ بقى كده بتسيبيها تهدى خالص على النار، وتبتدي إن أنتِ إيه، تعبّيها في العلب أو البرطمانات بتاعتِك. برطمانات بقى المربى بتبقى حلوة أوي جدًا في الإزاز يا جماعة، لو في برطمانات إزاز فاضية عندِك تبتدي إن أنتِ تغسليها وتعقّميها وتخلّيها إيه للمربات والحاجات اللي زي دي. باعتذر بقى عن صوتي لإن كان عندي برد، شوية برد كده، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويشفي كل مريض، اللهم آمين. شايفة بقى كده خلاص دخلت في السِوَى وبتخروش معايا من تحت، ما شاء الله. بُصّي بقى خلّي بالِك عشان إيه ما تتلدعش سِنّة معاكِ، تبقي جنبها كده وما تسيبيهاش وتمشي، كده تمام، تمام. طفيت بقى عليها النار واسيبها بقى تهدى شوية معايا
بُصّي ساعة ما هدت وبردت، هي لسه ما بردتش أوي، هدت تحسّوا إن هي شربت كل الصوص اللي كان فيها. اللهم بارك، طعم وريحة، ريحتها قالبة المكان، ولادي يقولوا لي: "يا ماما الريحة الجميلة دي، هي دي مربى؟" عبيتها كده بقى في الأطباق وسِبتها تبرد شوية، وبعد كده رُحت عبيتها في البرطمانات أو في علب من اللي هي بتاعة الرز بلبن الشفافة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. غمّسوا بقى بعيش بلدي، اعملي ساندوتشات عيش توست كده فينو، ما شاء الله حاجة كده إيه، اللهم بارك. نروح بقى كمان نجيب المركز بتاعنا بتاع البرتقان أوريه لكم بقى معايا أهو، ونعبي بقى كده، شوفي بقى كده، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، شوفي. حاجة حلوة، جميلة، والله العظيم جميلة، جرّبيها كده ومش هتندمي، بس اعمليها بنفس الخطوات، وتابعي الفيديو الأخير علشان الوصفة تطلع معاكِ زي الفل. أتمنى بقى إن أنا النهارده أكون ضيفة خفيفة عليكم، وتجرّبوا الوصفة كده وتقولوا لي بقى بشوية برتقان 20 جنيه و2 كيلو من الجزر، عملنا بقى إيه، يعني حاجة كده ما شاء الله، مربى وعصاير ومركزات، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. دمتم بخير وعلى خير، في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله.